ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل احلى جاتوه بالكراميل ده. دي كيكة الكراميل. الناس بتعملها بطريقة وانا بعملها بطريقة تانية خالص. يلا بينا اوريكي بعملها ازاي. طعمة وشهية جدا جدا. احلى حتة جاتوه ممكن تاكليها بمنتهى السهولة وما كلفتناش حاجة. معايا هنا كوبايه كبيره من السكر. انا بوريكي هنا البيض ما بيتحطش في الاول خالص، حطيت عليه صنصه حليب وركنته على جنب. ومعايا باكت من كريم كراميل، خدت البودر بس فوق السكر. وهبتدي احط نص كوبايه من السمنه، دي سمنه بلدي. وكل ما تحطي سمنه تكون كويسه كل ما هيبقى الصوص بتاعك طعمه حلو، او حطي زيت بس يكون ملوش طعم يعني. ومعايا ربع كوبايه من الزيت، وضربت السكر والزيت والسمنه ضرب كويس جدا لحد ما السكر داب. وبعد كده حطيت كوبايه اللبن على الخليط بتاعي وضربته ضرب جيد. هبتدي اشيل كوبايه من الصوص الكراميل بتاعي ده، عشان كده قلتلك حطي سمنه كويسه عشان او زيت كويس عشان يبقى طعم الصوص حلو. معايا هنا بيضتين حطيتهم، ضربتهم ضربتين. وبعدين هنيجي المواد الجافه. معايا هنا 3 اكواب من الدقيق. انت عايزه باي كوبايه تعجبك، انا كنت معايره بمج كبير عشان انا كنت عايزه كيك كتير. معايا هنا معلقه كبيره او باكو من البيكنج باودر، معلقتين من النشا، وشويه ملح. طبعا هنخلهم كلهم وهقلبهم تقليب كويس كده. وهبتدي احط المواد السايله. معايا انا معايا هنا نص كوبايه من الميه، دي مغليه مغليه بمعنى الكلمه يعني. ومعايا معلقتين كبار من الخل، حطيتهم على الخليط بتاعي. وهبتدي انزل بالخليط بتاعي، بس انا لسه محطتش الميه. هبتدي اقلب الخليط بتاعي كام تقليبه كده لحد بس ما الدقيق بتاعي يتقل كده معايا والكيك يتقل بالشكل ده. وهبتدي افضي الميه السخنه في الكبه علشان اخد اي بواقي من الكيك بتاعي وانزل بيه على الكيك على طول. الميه السخنه مش هتعمل غير انها هتخليها لك تحفه تحفه وخفيفه جدا، وهتنفش معاكي في الفرن جدا جدا بسبب الميه السخنه. بصي انا قلبت يا دوب تقلبتين، ما تكتريش في التقليب، لو كترتي في التقليب هتبوظ منك صدقيني. بصي خفيفه قد العجينه قد ايه، يا دوب بس الدقيق يختفي. ومن قبل ما يختفي كمان شيلي المضرب او بطلي ضرب، ويا دوب تقليب بس. هنا معايا البولات بتاعتي اللي انا اتعودت اعمل فيهم احلى جاتوه من غير تشكيل ولا اي حاجه. بيطلعوا لي قطعه الجاتوه حلوه قوي قوي زي ما انت شايفه كده، مدوره واخده شكل جميل اسطواني كده، بتعجبني قوي. الكيك طبعا انا كنت مسخنه الفرن ودخلته على طول واختبرته طلع تمام. معايا هنا كوبايه الكريم كراميل اللي انا كنت شايلاها في التلاجة. بصي تقلت الصوص، تقله بقى عامل ازاي. وطبعا انا عملت هنا كراميل في البيت، يعني انا ما عجبنيش الباكو الكراميل الصغير اللي بيبقى موجود في العلبة مع الكريم كراميل. فانا عملت هنا آم، ده كراميل انا عملته في البيت بكوباية سكر ومعلقة زبدة، وحطيت فيه شوية سوداني ومعلقة نشا على كوباية لبن، وعملت احلى كراميل في البيت. انا يعني يعادل بالظبط اللي هو بيبقى جاي من بره، بل بيبقى اطعم كمان. عشان انا محتاجه هنا الصوص بتاعي يكون اغنى واكتر، والكيك بتاعي يشرب منه براحته، ما تبقاش حاجه بسيطه يعني، يشرب ويبقى منغنغ كده. وده احلى حاجه في الطبق ده. بصي الجمال. انا هنا بس سبت طبق على جنب ما حطيتلوش كراميل عشان عندي نور مش بيحب الكراميل قوي. بصي الجمال، حاجه كده تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وتعمليها كده وتدعي لي وتعجبك. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، باي باي.